السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كلنا في أجازة نص السنة، كل واحد قضى الأجازة براحته. احنا نزلنا فيديو قبل كده ان احنا سافرنا البلد وقضينا الأجازة مع أهلنا، لكن في الوقت ده اللي أنا بصور لكم كانت خلاص الأجازة خلصت، قاعد يومين بس والدراسة تبدأ. فقلنا نخرج خروجة كده وناخدكم معايا نقضي يوم أو نقضي كام ساعة مع بعض قبل الدراسة ما تبدأ، لأن أول ما الدراسة ما تبدأ محدش بيخرج من البيت. أنا ما عنديش أطفال صغيرة ولا أذاكر لهم ولا الكلام ده، لكن برضو بيبقى فيه كورسات، بيبقى فيه امتحانات، بيبقى اليوم مضغوط محدش بيعرف يخرج. فزي ما انتوا شايفين احنا رحنا حديقة الحرية، مكان جميل جدا وهادي ورايق ونظيف جدا ومنظم ورخيص جدا يا جماعة. تذكرة الفرد ب10 جنيه بس، وبتقعدي ان شاء الله حتى تقعدي اليوم كله، محدش يعني مفيش حاجة مفروضة عليكي، في اكل وفي شرب وفي قاعة افراح. لكن انتي في مكان ممكن تاخدي مفرش معاكي. احنا فعلا اخدنا معانا مفرش واخدنا معانا سندوتشات واخدنا معانا تسالي وحاجة ساقعة، وقضينا ساعات طويلة أنا وبنتي في المكان الجميل ده. في عائلات كتيرة عاملين كده برضو، واخدين مفارش وقاعدين واخدين كور لأولادهم، والأطفال بيلعبوا الكورة وبيجروا وبيتنططوا. وفي ناس بتيجي تقولك مثلا في حد جالنا سألنا لو عايزين حاجة يعني أكل أو شرب، يعني ليكي مطلق الحرية ان انت تطلبي او لا، مفيش يعني حاجة مفروضة عليكي. وفي مكان تاني فيه ترابيزات، يعني لو انت عايزة داخلة بقى على اساس ان انت هتاكلي وتشربي هتدخلي المكان ده. آه، مكان جميل ونظيف وبجد يعني كان يوم جميل قضيناه انا وبنتي. طبعا التصوير ده كان واحنا خارجين خلاص، زي ما انتوا شايفين الإضاءة شغالة، معنى كده ان احنا بقينا بالليل. لكن انا كان التليفون بتاعي كان جرب يفصل شحن، مش عارفة اشغل الفلاشة بتاعته، علشان كده تلاقي الصورة معتمة شوية، بس برضو انا كنت حاسة ان هي واضحة برضو، فحبيت اعيشكم معايا اللحظات الحلوة دي. وبرضو قبل ما ندخل الحديقة انا اخدت كم صورة كده، صور بس يعني مناظر جميلة برا برضو، المكان والطريق وكل الحاجات دي. ان شاء الله هشوفها في اخر الفيديو. شايفين المناظر الحلوة دي والمكان الرايق والهادي ده. احلى حاجة في المكان ان انتي تقعدي براحتك، يعني مفيش حد كل شوية يجي يقولك تشربي ايه او تاكلي ايه، ومفيش حد يعني خلاص انتي هم شايفين طالما بيشوفوكي فرشة مفرش وقاعدة براحتك فخلاص عارفين يعني المكان ده للعائلات، كل واحد قاعد براحته يعني. في هنا شخصيات مهمة في الدولة، ليهم تاريخ في الدولة، معمول لهم تماثيل هنا، وكل تمثال مكتوب عليه اسم الشخص ده وتاريخ حياته وكل ما يخص الشخص. وفي كمان شخصيات مش مصرية برضو معمول لها تماثيل في الحديقة برضو. طبعا عشان انا بصور في الليل ما جبتش التماثيل دي. والشخصيات دي برضو اللي انا قلت عليها مش مصريين برضو مكتوب تحتهم كل ما يخصهم، يعني تاريخهم بالعربي وبالانجليزي. شايفين المناظر الحلوة دي، بجد الوقت كان جميل ويوم كان حلو خالص. آه، حبيت أعيشكم معايا اللحظات الحلوة دي. يعني اللي عايز يخرج مش هيعول هم تكاليف ولا هنصرف ولا كل الكلام ده، انت هتدفع ال10 جنيه بتاعت طبعا انا مش بعلن عن الحديقة ولا حاجة، بس دي اللي حصل يعني، او ده اللي حصل، ان انت تدفع التذكرة بتاعت الحديقة وتقعدي بقى براحتك، عايزة تطلبي حاجة براحتك، مش عايزة تطلبي برضو براحتك. وحلو خالص للعائلات، يعني الأطفال بتبقى محبوسة في الشقق،
فهنا بيلعبوا ويتنططوا، وفي ناس جايبة أولادهم جايبين كور معاهم بيلعبوا بالكورة واخدين راحتهم يعني خالص. دي اللقطات المناظر اللي أنا قلتلكوا عليها، دي الصور اللي هنا برا الحديقة قبل ما ندخل الحديقة. بس ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. أتمنى الفيديو يعجبكم وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.